بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشوني جدا من الفيديو اللي فات. يا احلى عليا في الدنيا، بحبكم في الله. ان شاء الله النهارده فيديو كده يا رب يعجبكم. ولو عجبكم نشوف اللايك بيرفع الفيديو فضلا وليس امرا. ولو اول مره تشوفي قناتي وعجبتش تضم لعيلتي كده عشان عيلتي تكبر بيك. ولضمنتي بقى لعيلتي كده عشان يكون حلو زي كده عشان ارحب بيك يا احلى عليا في الدنيا. تعال بقى شوف هنعمل النهارده. هنعمل شويه فطير كده عسل كده صراحة. يعني ايه بقالي كتير ما عملتهوش وهنعمله مع بعض كده. دول حوالي 2 كيلو دقيق. دول 2 كيلو دقيق. دخلتهم بالمنخل وحطيت على كل كيلو دقيق معلقتين ونص سكر. معلقتين كبار من المعلقة الكبيرة دي. وحطيت معلقة ملح ماشي. وبحط المية، بس المية دافية فترة كده، فاهمني؟ بحط شوية شوية كده إيه لحد ما تلم معايا الدقيق. يلم معايا الدقيق خالص ماشي. اهوت. وبعد ايه المه بقى كده بالميه. يعني اما الدقيق كده بالميه، يعني لحد ما ايه ما الم الدقيق كله، احس ان انا ايه لميت الدقيق كله، فاهمني؟ اهوت. حابه تكتري السكر اكتر من كده كتري، بس انا حبيت يعني ايه ما احطش اكتر من كده. وهي مكونات الفطير سهله جدا، ما بتاخدش يعني اكتر من كده، من يعني ايه يعني مكونات سهله قوي قوي كمان. وعمله سهل بس ايه، احنا اللي بنطول بس عشان نعمله. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. مسكتي بقى تقعدي تلتي فيه كده لحد ما ايه، يعني ايدك ما يشبكش معاكي في ايدك، فاهمني؟ بس تلتي معاه من ربع ساعه لتلت ساعه كده، فاهمني؟ تلتي لحد ما الملمس العجينه معاكي تبقى طري كده وناعم، وملزقش في الطبق اللي انت بتعجني فيه ولا اي حاجه. بس اقعدي لتي فيه كويس. لا والله كنت عامله احاول يعني عاوز قوه، فاهمني؟ وانا لازم ايه عايزه اعمل بقوتي، يعني اللي بايديا الاتنين. كنت كل شويه اقعد كده وشويه كده، فاهمني؟ عشان اعجنه كويس جدا. اهو بقول لكم انا هلته كده مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم. بصوا لازم يتلت حوالي من بقول لكم ربع ساعه لتلت ساعه، بس تلتيه كويس. لو عندك عجان اعملي فيه. بصوا بقول لكم بقى بملبن بصراحه، بقت طريه جدا ناعمه. قعدت الف فيه لحد تلت ساعه واكتر والله، لحد ما بقت بص ملمسها ناعم جدا، اللهم بارك. وما بتلزقش في ايدني، وايدي نضيفه. بصوا ايدي نضيفه اصلا، بصوا. إيه ما شاء الله يعني. وكانت العجينه ملبن كده وما كانتش تقطع معايا ولا اي حاجه. اول حاجه دهنت بقى كده الصينيه شويه زيت. وهنا كنت بقطعهم بقى. انا هعمل فطيره كبيره كده، يعني فطيره صغيره وفطيره كبيره. هعمل فطيره صغيره كده عشان العيال بتحبها صغيره بصراحه، وهعمل فطيره كبيره ان شاء الله باذن الله. تعالى هنشوفها مع بعض كده ونشوف طريقه ازاي. والطريقه اللي بتحبوه، يعني اللي يعني ايام امي بتعملها. انا قطعت كده الفطاير الكبيره. التقطيع الكبير ده هعمله فطيره، والتقطيع الصغير ده هعمله فطاير، يعني ايه من حوالي 14 واحده ل 15 واحده. يعني ممكن في ناس بتعملها اكبر من كده، من حوالي 25 واحده، حسب ما انت بتعملي الفطيره يعني. انا عاملاها وسط، فاهمني؟ رحت بقى مجهزه البلاطه بتاعتي. البلاطه ديت صراحه نظيفه وفله وما فيهاش اي حاجه. بس البلاطه ديت متر في متر، يعني كبيره يعني. وكان جوزي جايبها وانا ايه محتفظه بيها، بعمل بيها على المعجنات ماشي. عشان بعمل وانا قاعده، عشان ما بقدرش اقف يعني. اسهل حاجه بقى اروح عنه وانا قاعده. وهنا حطيت بقى نص كوبايه زيت على حوالي نص كيلو زبده. انا هعمله بزبده مش بسمنه. عادي حطوا سمنه وزبده مع بعض براحتك، بس انا حبيت اعمله بزبده بس. بزبده فرن او زبده كريستال المتوفر عندك يعني. عملته بزبده، ما عملتوش بسمنه خالص. انا عملته اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله بزيت وبتاع. بس ما كترش الزيت عشان ما ينشفش معاكي. لو انت عايزاه مقرمش ممكن يعني تزودي الزيت. انا كنت عايزاه يعني ايه، جوزي بيحب مقرمش حسب ما الاولاد بتحبوا يعني. عملت من ده ومن ده، يعني حطيت شويه زيت على شويه نص كيلو بقول لكم الزبده. عايزه تعملي بسمنه بلدي ماشي، متوفر عندك. انا ما عنديش سمنه بلدي، انا عندي قلت لكم سمنه. بصوا بقول لكم سمنه فرن او كريستال، اي حاجه متوفره عندك. انا بعمل بالموجود عندي يعني. اهوت. ورحت مسيحاهم كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعمل زي ما انتوا شايفين اني بفرك كده. بصراحه العجينه مرتاحه معايا. بتريحها شويه حوالي نص ساعه. ريحتها حوالي نص ساعه كده على ما حضرت الطراوزه بتاعتي، وحضرت الصاج، وحضرت يعني ايه الدنيا اللي حواليا يعني. وحضرت ايه ومسحتها وغسلتها كويس جدا ومسحتها ونضفتها. إيه وبمسك بيها بفرد كده صراحه. بصوا بقول لكم بفرد بايديا كده يعني. بدنا ارقق فيها عشان تبقى مورقه معاكي وتبقى حلوه. وكنت ببل ايدي كده في السمنه واروح حاطه زي ما انتوا شايفين. بصوا اللي متقطع ده مالكيش دعوه بيه. الاطراف دي بتبقى مقطعه عشان انا برققها قوي جامد جدا. مش بحب ارققها اخليها تخينه. انا كنت برققها قوي
ماشي. كنت هنا حاطه سمنه حاطه زيت كده، وببصوا بقول لكم العجينه ملبن في ايدي بصراحه، بتتفرد معايا بكل سهوله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اصغر الكوره شويه كده، هي جت الكوره مني يعني تقطيع العجينه كان كبير شويه، عايزه تقللي شويه يبقى يعني ايه ممكن تقللي شويه، بس انا كنت بقى ايه بفردها على الاخر خالص برققها. بصوا لحد ما بقطعها تقطع مني كده، كنت برققها خالص. تتقطع منك مش مشكله يعني عادي، فاهمني. اهم حاجه انت تفردي العجين كويس، ادام العجين كويس هيتفرد معاكي بكل سهوله. يعني اللي جايبه نوع دقيق كويس، هو الدقيق الكوثر احسن نوع يعني بحب اجيبه، يعني المعجنات لجميع المستخدمات هو جميل جدا. زي انتوا شايفين كده، بصوا بقول لكم رق السجاره معايا، يعني بصوا بقول لكم رق السجاره بفردها كده ملبن، والله بجد والله كانت رقيقه جدا وافله. هتعملي من كام واحده من دول حوالي ايه حسب ما انت الفطيره بتاعتك، عايزه الفطيره كبيره كتري يعني ممكن تخليها 20 واحده. عايزه تخليها وسط صغيره زي انا هعملها كده، انا كنت عامله 14 واحده 15 واحده، فاهمني. زي ما انت بس شغاله. لا والله كنت شغاله عامله بس افرد على قد ما اقدر. بصوا برقاها خالص، والاحراف اهم حاجه ترقاها جامد. ماشي اهوت دي الطريقه اللي ايه اللي دي لو عندي بقى ايه دي اللي عدم عشان ما عنديش بطابليه كبيره، فاهمني، او ترابيزه كبيره. هنا بقول لكم بقى عملت ديت ولميتها كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اشوفها، هقول لكم بقى طريقه امي بتعملها ازاي. كنت غطيتها انا كده في السمنه زي ما انتم شايفين في الزبده يعني، وتفردها بقى. بص بتتفرد معايا بكل سهوله، دي طريقه امي بقى. يعني صراحه بحب الطريقه ديت، وصراحه كانت موريه معايا جدا ومقرمشه وكانت جميله جدا. بس انا هعملها على قد البطل اللي عندي، على قد البطل اللي عندي كده. بصوا ده امي كانت بتفردها، بصوا كانت امي بتمد ايديها كده وتروح شاده معايا كده بتطلع. بصوا العجينه معايا بتشد بطريقه فظيعه بصراحه. بصوا ورقيقه جدا اهو بصوا. لا والله يعني ملبن صراحه، وهي بتشد معايا كده وطريه جدا. بصوا انا هعملها على قد يعني ايه طريقه امي كده، يعني ايه دي الفطير المشلتت بقى على اصوله. بس عايز طبليه كبيره او بحاجه كبيره عشان تفردي معاها، او رخامه كبيره جدا، فاهمني. كنت بعملها افرد فيها كده، بس هي اللي حرف مني اتقطعت سيكه في جنب الحرف اتقطع مني. بس انا صراحه رققتها خالص، يعني بقول لكم كانت رقيقه جدا، يعني هي حته صغيره خالص ورققتها. ورحت ماسكه بقى دهنها كده بالسمنه. بص ما تستكتريش في السمنه، ما تكتريش وبصي في المعقول كده. والاحراف برضه كنت بدهنها الاحراف بقى سمنه كده اهوت. الحرف هنا اتقطع مني، بس الصراحه كانت هي الحرف بس اللي اتقطع مني هنا كده. بصوا بقعد المها كده وبدهن بقى الاحراف في السمنه كده وببرمها زي ما انتم شايفين كده. دي طريقه امي، وصراحه الطريقه دي حلوه جدا 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 وحلوه قوي، بتورق معاكي الفطير بتخليه تحفه بصراحه. انا بص الفطير ده عاملاه صغيرونه كده، فطاير صغيرونه كده، عيالي بتحب الفطير الصغيره كده، الصغير زي بتاع الفرن كده بس هي صغيره، فاهمني. اهيت واروح لفاه وحتى بقيت العجينه تحت كده. بس بقول لك هنا عملت بقى من 2 كيلو دقيق، هو 2 كيلو وربع دقيق، فاهمني. عملت 3 فطاير عسل بجد. بصوا وعملت بقى كام فطيره لاولادي كده صغيرين عشان هم بيحبوا صراحه الفطير الصغير. عملت حوالي 6 كده صغننين كده، فيه 5 كبار شويه وواحده صغنونه خالص كده. لا عملتهم زمان، فرقتهم زي ما فرقت اللي بفرده زي ما امي بتفرده كده، وعملتها. وبعدين بقى كده بس ايه بلم بقى كده في الصاج. بعدين بقى وشها ايه سمنه بالزبده كده. عندك قشطه ادهني بالقشطه. ماشي القشطه كده اللي بتاع وش اللبن اللي انت بتيجي تغليه كده، بتلمي وش اللبن كده وتحطيه بتعملي بيه. كنت بشوفهم ست امي كانت بتحط مثلا على وشها لبن رايب كده، مش عارفه حاجه زي كده يعني. بس انا حبيت الموجوده عندي، حطيت بالسمنه كده بقيت افردها كده معايا، فردت كده في الصاج. عايزه ترققيها اكتر من كده رقاق، عايزه تخليها كده وسط كده وتبقى مليانه معاكي كده وطريه ومليانه ومورقه كده، اعمليها. عشان بقول لكم هنا بروح فردها كده اهوت، بروح هحطها في في الصينيه ديت، هحطها في الفرن عندي في الصينيه دي بتخش الفرن. هسويها برضك كده بفردها كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت، بس على نار عاليه. ماشي بصوا هفردهم كده واظبطهم كده. بصوا بقول لكم حاجه عسل كده من الاخر صراحه، يعني ما كلفتنيش حاجه. يعني هو 2 كيلو دقيق، الكيلو دي ب 16 جنيه، و... ونص كيلو زبده، نص كيلو زبده ب 27 جنيه، فاهمني. يعني الحكايه كلها كلفتني ما يجيش 50 جنيه، وعملت حاجه نضيفه لعيالي، والفطير حاجه تحفه كده وعظمه من الاخر يعني. بتولعي الفرن على نار عاليه، الفرن بيحب النار العاليه جدا، الفطير بيحب النار العاليه قوي. انا كنت هنا مولعه الفرن جامد. دي بقول لكم الفطير مشلتت اهوت، شوف الفطيره الصغيره صراحه تحفه كده بنت والله وجميله جدا. ومورق معايا ومنفوخه ازاي يعني قبه كده، فاهمني. انا كنت بحطها تحت على في الارض الاول، وبعدين احطها في الايه تحت الشوايه عشان الفرن بتاعي هو بيشتغل الاتنين مع بعض. بس انا ايه حبيت اسويها الاول من على تحت،
وبعدين اسويها من ايه على الشبكه. بصوا بقول لكم المنفوخه معايا ازاي وقبه ازاي جميله جدا، ولونها تحفه تحفه كده يا بنات، والارضيه جميله جدا. صراحه حلوه قوي. انا صراحه كنت مفتقده المعجنات الفتره اللي فاتت. بصوا بقول لكم صراحه ابني طلبوا مني وما قدرتش اتاخر عنه، يعني كان عندي بقى الدقيق والزبده، رحت مطلعه عاملاهم بصراحه، يعني كنت جايبه بصوا بقول لكم الفطير ديت، الفطير بالشتا اللي انا لفاها معاكم. بصوا تحفه تحفه كده يا بنات والله، جميل جدا. وبص الكبيره بص بقول لكم يا رقيقه كده، بص عايزه تخنيها اكتر من كده، بس مورقه معايا ولونها بصوا وطري كده وملبن بصراحه وتحفه كده. بصوا حاجه عظمه كده. عملت 3 فطاير، كان واحده صراحه ولا مطلع، اول ما طلعت من الفرن كانت اكلت واحده انا والعيله الكبيره، وبعدين عملت لهم الصغير ده. في واحده اتهمشت مني بس صغيره خالص، بس دي بقول لكم ارضته مستويه وتحفه اهي ما شاء الله اللهم بارك، ومستويه وجميل جدا اهوت. وفرحت اولادي. وبصوا بقول لكم يعني ايه، كنت هنا بفتح لكم بس الكاميرا كانت مش طايله صراحه يعني اهوت. وهنا صراحه كان الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، العسل وقع. لا والله الصدق.